ما بروحش مكان غير لما اتوضى اصلي، ما بروحش مكان غير لما اتوضى. ايه يا جماعه في ايه مالكوا؟ دي رائعه من روائع الفنان المنشد مصطفى رضا والفنانه المنشده آية العوضي. يعني دول مبهدلين الدنيا، دول عوالم من علاماتهم عوالم، بس الحقيقه مفيش حاجه يعني. يلا، ما على فكره في الاغنيه دي لفته لطيفه جدا من الفنانه المنشده آية العوضي. بتقول لك ايه بقى؟ ابويا قال لي ما تفتحيش الباب لغريب غير لما اتوضى وصلي. يعني يعني هو يا بنتي المبدأ نفسه مش مرفوض. اصل ابو آية ده في التربيه سفاح برضه، ما بتفهمش. نخلص اللي ورانا بعد كده نشوف يعني والله العظيم. يعني هو يا بنتي ماشي، بس اول حاجه ربنا وصانا بيها الصلاه. نخلص ده، نفتح الباب بقى، هرج مع الغريب لما يبان لك يلا كلنا هنرقص يوم القيامه يلا. بس يا سيدي، فانا من يومين كنت قاعد زهقان، قلت اعمل زي ما اي حد بيعمل يعني. خلينا نفتح اليوتيوب نشوف بيقول ايه. فتحت اليوتيوب اشوف الترند بس يا سيدي، وما شفتش الترند بتاع كندا. قلت اشوف بتاع مصر، بتاع كندا انا قاعد هنا في كندا اشوف الترند ده، الاقي شويه ناس بتلعب في شويه ناس. انت فاهم بقى يعني، انت فاهم. ولكن والله يا لا، ولكن هيهات. بس ولكن ما خفي كان اعظم، لو علمتم مصر لاخترتم الكندا. شوف الدنيا. بس يا سيدي، فتحت ترند مصر. اول فيديو، تاني فيديو، تاني تالت فيديو، حاجه كده، فلوج ولادة هاجر. يعني ايه؟ طب معلش انا مش فاهم يعني. تايم اوت حضرتك، معلش يعني ايه؟ هو مين هاجر؟ يعني معلش، انا لما سالت امي انا اتولدت امتى، قالت لي والله يا ابني وانا فاكر احنا تقريبا سجلناك بعد ما اتولدت بيومين. ابويا قال لامي كده، لكن هو تقريبا ما سجلنيش غير في سته ابتدائي، يعني حاجه كده يعني. الموضوع ما كانش في دماغه. وجا الاقي هاجر في كام مليون بني ادم مهتم يشوف. انا في يوم افتكرت ان انا فتحت موقع 6 بالغو، ابو جوزها مثلا واقف ماسك الكاميرا وبيزوم على يعني مش فاهم برضه يعني ايه فيديو ولاده تلت ساعة. وبعدين اتولدت، ايه اللي حصلت في تلت ساعة دي؟ مين الدكتور اللي شارك في الجريمة دي؟ انا عايز اعرف معلش يعني. موضوع مريب جدا. ولكن ماشي يا سيدي، هنفترض ان هاجر دي حبوبة وطيوبة ولزوزة وفي ناس بتحبها فمهتمين يشوفوا العيال وبخرج يلا اكمل في الترند. ما انا ما ينفعش ابقى سلبي، مش هبقى سيد فزلوك انا. وايه ده في فيديو وحش في ال 30 40 فيديو، يلا انا ما. طبعا انت عارف انا رايح فين باللي انا بقوله ده. خامس فيديو في الترند، فلوج تجهيز ولادة هاجر. والله العظيم انا كان نفسي ابقى بكذب عليك في اللي انا بقوله ده، والله العظيم. بس ما انا مش فاهم يعني ايه. يعني ايه معلش؟ طب هل هاجر دي دكتورة نساء وتوليد مثلا؟ ما انا ساعتها ممكن اتفهم اللي هو ناخد دروس مثلا، موضوع نستفيد منه. لا 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 لا. طب يعني ايه؟ انا عايز حد يجيب لي بلد هفتح الترند بتاعها اول 5 فيديوهات الاقي فيديوهين عن ولادة انسانة. ما انا عايز افهم معلش يعني، انا عايز حد يفهمها لي. ومش بيقول لك في كوكب جديد اكتشفوه وعليه حياة؟ الكوكب ده لو فتحنا اليوتيوب بتاعه مش هنلاقي الكلام ده برضه يا جدعان. مفيش بلد فيها العبث ده غيرنا. قلت تمام، هي واضح ان هي مش جايبه همها، ربنا يتولى هاجر وجوزها اللي كان ماسك الكاميرا بيصور والدكتور اللي قبل يشارك في الجريمه دي، وجابوا تميم صغنن يعني. هيعجبكم قوي ده، حبيب بابا ده يا لهوي. بس يا سيدي، قلت خلاص ما بديهاش بقى، خلينا نطلع من اليوتيوب نخش على الفيسبوك. يلا. طبعا انت عارف انا رايح فين باللي انا بقوله ده طبعا. افتح فيسبوك الاقي ايه ده؟ يعني ايه؟ طيب ما هنا وهنا فيديو واحد واقف جنب الجاموسه بتاعته في المنيا يقول ان شاء الله هنولدها قيصري يوم الجمعه. هي مين دي اللي هتولدها قيصري يوم الجمعه يا اسطى؟ معلش انا اسف يعني، معلش يعني اعقلها لي يعني. معلش، هو يبقى في ام تميم هناك وام تميم هنا؟ انا عايز افهم برضه. ده هاجر ما ولدتش قيصري يا اسطى، في إيه؟ انا عايز افهم. يعني هو الرفق بالحيوان مفهوم، بس ايه ده؟ زي ما الاستاذه عبله كامل قالت، ارفقوا بالانسان الاول. عالجوا هاجر نفسيا. يعني ما تولدوهاش قيصري، لا عالجوها نفسيا. الفلوس اللي هتروح للدكتور القيصري دي تروح لحد اخصائي نفسي يشوف الموضوع على ايه، يعالج تميم من الايشوز اللي هو داخل عليها. ده هيتبهدل بهدله. انت متخيل في كام واحد في المدرسه هيقول له على فكره انا شفت امك؟ يعني انت فاهم، انت فاهم احنا رايحين فين؟ والله يا تميم قلبي معاك يا حبيبي. قلبي معاك يا اخويا. يلا، ما علينا. قلت تمام، ما بدنا نتخطى بقى ايه، نخرج بره عياده النساء والتوليد اللي احنا دخلناها دي ونشوف الدنيا فيها ايه.
هكمل تقليب شويه. فيديو القبض على الشيشيني اللي قتل مش سفاح الجيزة مش ده، اللي قتل مدرس من سنة ولا سنتين ولا معرفش امتى، اللي كان بيتريق على الرسول. مش دي. انت اما انا احكي لك القصة دي، دي حاجة تقراها في الاخبار الصبح، تسلسل احداث منطقي جدا. حد اتريق على معتقداتي، انا دبحته اتقبض عليا. انا لو قلت لك القصة دي هتقول لي ايوه يا اسطى بتقولها لي ليه؟ يعني ما هاشتاج بديهيات. لكن الواضح انه لا، الواضح انه لا، انه لا. الفيديو نزل، مصر فيها 120 مليون بني ادم. لا وشوف بقى الوطن العربي فيه بتاع نص مليار بني ادم. النص مليار دول فيهم مليار ونص كومنت بطل ربنا يفك اسرك. يا اسطى هو مش ممسوك تحري، هو ما كانش بيحرر سينا. انت فاهم الموضوع غلط، ده ذبح شخص. هو عنده سبب، انا مش معترض، هو عنده سبب، ولكن عمر ما عندك سبب انك تذبح شخص الا لو هو هيذبحك. بس ما ينفعش تواجه العنف اللفظي بعنف فيزيكال. ده ما ينفعش يحصل. ده شيء مستحيل يبقى مقبول. يعني ايه انا اتريق على معتقداتك؟ ما هو يا اسطى في الاول وفي الاخر انت لازم تبقى فاهم ان معتقداتك ممكن ما تبقاش عندي. مدرس في فرنسا اللي هي اكتر دوله ضد دخول الدين في اي شيء، انت اكيد عارف ان هو مش مع معتقداتك. فبدل ما انا اقول له او احاول اوضح، هو بيتريق على الرسول، انت طبعا فاهم ان الرسول نفسه يعني لما كان حد بيتريق عليه ما كانش بيرد الاساءه باساءه، انت رديت الاساءه بقتل. يا نهار ازرق. يعني الدين نفسه يا جماعه بيقول لكم ان ده غلط. يعني الدين نفسه بيقول لكم ان ده غلط، والقتل غلط، ورد الاساءه بالاساءه غلط، ما بالك القتل. لكن لا، ازاي بطل ربنا يفك اسرك؟ ماشي، يجوز. انا مش فاهم الحاجات دي كلها حصلت في اسبوع ازاي. ايش والله. وهنا بقى الفكره، ما سالتش نفسك ليه الفيديو بتاع القبض ده وليه اتقبض عليه من الاسبوع ده، الاسبوعين دول، مع ان الجريمه دي حاصله من كذا سنه؟ عشان تعرف ان انت بتهجس وخلاص. عشان انا قررت ادعبس في الموضوع شويه واشوف ليه هو اتقبض عليه فعلا. على فكره ما اتقبضش عليه عشان الجريمه اللي عملها. شوف بقى فرنسا اللي انت كارهها دي، ما قبضتش عليه عشان اللي هو وتفهموا الجريمه وطلع منها انه ازاي حد يتريق وكل ده. تمام. لكن هو اتقبض عليه الاسبوعين دول لان هما الاسبوع اللي فات لقوا له فيديو وهو بيرقص على ما بروحش مكان غير لما اتوضى اصلي ما بروح. دي بقى هنا اللفظ يرتقي لانه هو يتبع عادي جدا ولا اي حاجه. بس يا جماعه ده الموضوع باختصار. وفي النهايه كان معاكم سبرنجي من اجل التهريج والضحك. وخليكم فريش، ودايما نحب نقول ان احنا بنهرج من اجل التهريج ومش عايزين نوصل لشيء، والضحك من اجل الضحك وتهوين المشاكل، ليس من اجل التقليل من اي شيء، لا من هاجر ولا من ام تميم الجاموسه ولا من اي حد. كل الناس من حقها تهرج وتمرح. وفي النهايه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، شير للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للشانل لو السحنه دي عجباكم. قولوا لي في الكومنتات رايكم في الفكاهه في الضحك، قولوا لي حابين نتكلم في ايه تاني. وربنا يولي من يصلح.